نعمل ايه؟ بريطانيا بقى في الوقت ده قالت لك بص احنا زهقنا. زهقت من ايه يا بريطانيا؟ بعد الحرب العالميه الاولى اللي خلصت سنه 1918 بريطانيا داخله على حرب ثانيه، الحرب دي اللي هي الحرب العالميه الاولى اللي كانت هتبقى سنه 1939. دي الحرب العالميه الثانيه اللي هتبدا، فبريطانيا قالت لك بص انا خايفه من الشعب ده. الشعب ده هيعمل ايه يا بريطانيا؟ قالت لك هيعمل ثورات كتير واحنا مش فاضيين، احنا كل شويه هنجيب الجيش عشان نسكت الشعب، لا احنا مش فاضيين لكل ده. طب نعمل ايه؟ قالت لك تعال. سعد زغلول فين؟ مات. مين اللي مسك مكان سعد زغلول؟ واحد اسمه مصطفى النحاس. مصطفى النحاس؟ قال لك مصطفى النحاس هو اللي مسك حزب الوفد. قال لك هاتوه، مش ده اللي بيمثل الشعب دلوقتي؟ هو اللي مسك بعد سعد زغلول، هاتوه يا عم مصطفى. قال لهم نعم. قال لهم احنا زهقنا من الشعب المصري. قال لهم مفيش مشكله، عايزين تعملوا ايه؟ عايزين نعمل معاهده 1936. نعمل معاهده. استنى يا استاذ كده لو سمحت، هو سعد زغلول لما ميلنر جه قال لك المفاوضات انتهت بايه؟ بعقد باتفاقيه ايه؟ معاهده اللي الشعب ما وافقش عليه. هنا مصطفى النحاس وافق على المعاهده لان المعاهده كان فيها ايه؟ نصوص وكان فيها نتائج. طب ايه اسباب المعاهده؟ زي ما احنا عارفين قال لك اضطرت بريطانيا لعقد معاهده مع مين؟ مع مصر. ليه؟ لانها كانت خايفه ان هم يعملوا ايه؟ ثوره جديده في الوقت اللي بريطانيا كانت هتخش فيه ايه؟ حرب عالميه جديده، اللي هي الحرب العالميه الثانيه اللي بيخش فيها هتلر. فبالتالي احنا لازم نجاهد. طب يلا يا بريطانيا عايزه تعمل ايه؟ قال لك عندي 6 نصوص و6 نتائج. احفظهم ازاي؟ قال لك بص معايا. 1 جلاء القوات البريطانيه عن القاهره وجميع الجهات ما عدا قناه السويس. ممكن حد يقول لي ليه ما عدا قناه السويس؟ عشان مصالحهم. بس في النتائج هنا قال لك حاجه حلوه قوي بس لما نوصل لها. يبقى كده هم مشوا من كل مصر ما عدا مين؟ ما عدا قناه السويس. طيب ماشي، ما دي حاجه كويس. يبقى معنى كده ان هم يمشوا عسكريا اهو، ما عادش غير منطقه واحده. طب 2 تقوم مصر بوضع موانيها ومطاراتها نعم تحت تصرف انجلترا اذا حاربت. يعني لو انجلترا دخلت في الحرب احنا نديهم المطارات والمواني والطرق كمان تحت امرها. كل ده ليه؟ قال لك عشان تحارب انجلترا تخليها تحارب كويس. نعم ماشي ما علينا. طيب رقم 3 تشوف بقى الكارثه الكبيره. الحكومه المصريه تتعهد بانهم تعمل لهم 4 حاجات اللي هم ال4. قال لك السكنات والمعسكرات والطرق والكباري. كل ده في الحرب عشان تعرف تحارب. يبقى الحكومه المصريه هتعمل لهم سكنات ومعسكرات وطرق وكباري. قال لك مكان الجنود ينزعوا فيه. لا بالسه. رقم 4 بريطانيا بقى هتعمل لنا حاجه. اكيد احنا مش هنعمل لك كل حاجه يا بريطانيا. قالت لك رقم 4 مساعده بريطانيا لمصر ان هي تنضم لعصبه الامم. ايه عصبه الامم دي يا استاذ؟ اللي هي حاليا باسم